السلام عليكم، اهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ لولي. هنعمل النهارده ورقه لحمه بالخضار. هنعمل من نص كيلو لحمه وشويه من الخضار، بايركس كامل كده او صينيه كامله تكفي عيله بحالها في الغدا. وجبه في منتهى الجمال، مش مكلفه، وكمان مش بتاخد وقت في التحضير ولا حتى في السوا. بس قبل ما نبدا الفيديو، يا ريت اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير مع حبايبكم لو عجبكم الفيديو. عادة ورقة اللحمة بتتعمل بقطعية اسمها الانتركوت، بنقول للجزار عليها وهو عارف مكانها طبعا وبيدينا منها. لكن اللي عايز يعمل الوصفة وعنده لحمة في الفريزر متقطعة قطع مثلا سميكة شوية عن كده، يقدر يديها سلقة نص سلقة كده على النار، وبعدين يضيفها في الطاجن بنفس الطريقة والتكنيك اللي احنا عاملين بيه الوصفة دي. هنبدأ الأول بقى بتقطيع الخضار، واساسي طبعا في الوصفه دي البصل، ويفضل البصل الابيض. البصل الابيض بيبقى حلو جدا مع اللحوم، ولو مفيش بصل ابيض عادي بنستخدم اي بصل متاح عندنا. هقطع كده بصلتين كبار بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هنقطعه جوليان زي ما احنا شايفين بنفس الشكل كده، او اي تقطيعه، يعني انتي اي تقطيعه تمشي في الوصفه. هنقطع التانية كمان بنفس الشكل. اضافه الخضار بقى هنا ده اختياري، يعني انا مثلا ضفت كوسه وجزر وبطاطس، انتوا حابين تضيفوا اي حاجه تانية، بسله، فاصوليا، اي حاجه انتوا عايزينها ممكن تضيفوها للطاجن بتاعكم. هنقطعه شرايح رفيعه بالشكل ده، عشان كل ما تقطع رفيع كل ما كان طعمه احسن. خلاص كده خلصنا تقطيع البصل. هنجيب بقى بوله كبيره، ويا ريت تكون كبيره علشان هنضيف فيها كل الخضار. وهندعك البصله بقى بشويه كده من الملح والفلفل، دعكه حلوه كده علشان تطلع ريحتها وطعمها زي ما هنشوف دلوقتي. تمام كده. كده خلاص تبلنا البصله، هنسيبها بقى ايه لحد ما نبدا نقطع كل الخضار الباقي ونضيفه عليها. هنبدا بقى دلوقتي في تقطيع الجزر. هنقطع الجزر والخضار كله بالورب. الصوره دي هتوضح اكتر. ايوه بالشكل ده كده، او حتى قطعوه بالتقطيعه العاديه. المهم ان احنا لما نقطعه تقطيعه تكون سميكه شويه، علشان لسه يدخل الفرن ياخد وقت مع اللحمه لما تستوي. هتقعد حوالي ساعه في الفرن، ما يتهريش مننا. كل ما قطعناه سميك شويه كل ما ده كان احسن. خلصنا كده برضو الجزر، وهنبدأ برضو ايه نضيفه على البصل في البولة. عشان كده قلنا نجيب بولة كبيرة شوية. زي ما قلنا في اول الفيديو ان اضافة الخضار دي اختياري، نوع الخضار حسب ما احنا بنحب. لو عايزين تضيفوا اي حاجة تانية اعملوا كده. ودي الكوسة متقطعة برضو بالورب، متقطعة تخينة شوية علشان تستحمل معانا السوا في الفرن. خلصنا كده تقريبا كل كمية الكوسة بنفس الشكل، بنفس التقطيعة اللي زي ما قلنا ممكن تبقى تقطيعة عادية. وهنبدأ بقى دلوقتي نقطع البطاطس. نقطعها بقى قطع تخينة كده، مربعات، نقطعها ترانشات زي ما انا بقطعها كده. انا بفضل شوية اقطع ترانشات بالشكل ده، الشكل المعتاد والتقليدي يعني لتقطيع البطاطس. اجمل حاجة بقى في ورقة اللحمة دي ان احنا بنحط كل المكونات على بعضها وندخلها في الفرن، ونسيبها ساعة وننساها كده، وتطلع لنا مستوية وناعمة ودايبة وزي الزبدة. لو وقفنا كتير ولا حضرنا كتير ولا اي حاجة، يا دوب بنعمل جنبها كده شوية من الرز الابيض، وبيبقى كده الغدا كله جاهز. عندي بقى دول حبتين كده من الطماطم، هنقطعهم برضو سلايس كده، او ممكن نقطعهم برضو مربعات لو عايزين، مكعبات. نقطع الطماطم كده برضو ونضيفها على الخضار بتاعنا بالشكل الحلو اللي احنا شايفينه ده. والطماطم بقى بصراحة اليومين دول في منتهى الروعة والجمال، واسعارها كمان تحفة. اكتر فترة انا بحب فيها الطماطم صراحة، لان بتبقى مسكرة ومحمرة كده وجميلة. ده الخضار بتاعنا هنرش عليه كله كده رشة من الملح والفلفل. ريحة الخضار بقى بعد ما نضيف ليه شوية كده من الملح والفلفل والبهارات بيبقى روعة. ودي معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. بالمناسبة شوية الخضار اللي قدامنا دول بالبصل بالملح والفلفل والبهارات ينفع هما لوحدهم كده من غير لحمة ولا أي حاجة ولا فراخ. ندخلهم كده الفرن ونعمل جنبهم شوية رز، وبرده يبقى غدا مفيش بعد كده أحلى حاجة. رشة كده من البابريكا.
دي نص معلقة صغيرة كده من الهريسة، هريسة الشطة الحارة للناس اللي بتحبها سبايسي، وطبعا اللي ما بيحبش الحاجة تبقى سبايسي يشيلها. كمان كان ممكن نضيف ليها فلفل اخضر، بس انا عشان كنت عاوزة اضيف الهريسة، فالهريسة عبارة عن فلفل احمر، استغنيت بقى عن الفلفل الاخضر هنا. هنضيف بقى معلقة كبيرة كمان من معجون صلصة الطماطم. وطبعا بما اننا ضفنا صلصة طماطم يبقى اكيد هنضيف ليها حوالي نص معلقة صغيرة كده من السكر. اضافة السكر على الطماطم او صلصة الطماطم في التسبيكات عموما بيفرق جدا، لانه بيعادل الحموضة اللي في الطماطم وبيظبط الطعم جدا، بيشيل الطعم اللاذع شوية كده في الطماطم. تمام كده، خلاص خلصنا وحطينا كل البهارات بتاعتنا. هنضيف بقى حوالي معلقتين 3 كده كبار من الزيت. ورقة اللحمة دي ما بنحطش فيها اي سوائل اطلاقا، لا مية ولا شوربة ولا اي حاجة، هي بتستوي بالخضار، بالمية اللي بتنزل من الخضار وسوى اللحمة، مش اكتر من كده. رشة بقى كده من الملح. مش عايزة اقول لكم ريحة المكونات دي مع بعض خطيرة قد ايه. انا عن نفسي بحب اعمل الخضار ده بنفس الطريقة كده في صينية البطاطس العادية، حتى من غير اي لحوم ولا اي فراخ. هندعك الخضار ده بقى مع بعضه كده بالبهارات بالصلصة بالبصل بكل المكونات، علشان نبدأ نجهز بقى الطاجن اللي هندخل فيه الحاجات دي الفرن. ينفع طبعا تتعمل في صينية عادي، ينفع تعمل في بايركس، ينفع تعمل في طاجن فخار، زي ما انتوا عاوزين. دي قطعية اللحمة اللي انا اخترتها للوصفة دي، ودي لحمة انتركوت. ممكن نجيب اي قطعية تانية عادي، المهم انها تكون متقطعة تقطيعة رفيعة، بس مفيش اي شرط تاني في اختيار اللحمة. صحيح دي بتطلع انعم، لكن مش شرط خالص ان احنا نجيبها، اللي متوفر في البيت هنعمل بيه. اللحمة كمان هاخدها كده برضو اتبلها بشوية كده من الملح والفلفل من كل ناحية بالشكل اللي احنا شايفينه كده. هبدأ بقى اقلبها على الناحية التانية وبرضو ارشها بالملح والفلفل. طبعا الملح والفلفل في تتبيل اللحمة ده اساسي. اي بهارات بقى بتحبوا تضيفوها تاني زيادة ضيفوها، يعني في ناس بتحب تضيف عليها جوز الطيب او اي بهارات تانية، 7 بهارات زي ما انتوا عاوزين. احنا بس اهم حاجة نتبلها تتبيلة حلوة كده، يعني نرش شوية حلوين من الفلفل الاسود. دي بقى نص معلقة صغيرة من الحبهان والورق اللورا المطحونين. انا بطحنهم مع بعض دايما وحطهم في برطمان كده، بحبهم قوي في كل التتبيلات تقريبا. هرش شوية كده منهم على اللحمة، وهبدأ بقى الفهم بقى مع بعض كده شوية، اللحمة بالبهارات. كمان عندي هنا دول حوالي فصين كبار من الثوم، هضيفهم برضو كده على اللحمة. واضافة الثوم بقى على اللحمة بيخلي ريحتها خطيرة، تحفة. تمام كده، خلاص خلصنا اللحمة وظبطناها مع بعضها بالبهارات والثوم وكل حاجة، وكل الوصفة ماشية معانا تمام وسهلة وبسيطة جدا. هنيجي بقى دلوقتي نضيف عليها شوية كده من الملح، وبرضو نقلبها في بعضها تاني شوية كده. التقليبة دي مهمة يا جماعة، بجد بجد انتوا حتى وانتوا بتعملوا الخطوة دي تشموا قد ايه ريحتها حلوة. هنجهز بقى ده البايركس اللي انا هعمل فيه. هفرد فيه بقى ورقة كده من الفويل، بس تبقى طويلة شوية، تبقى طالعة بره الطاجن شوية كده من كل ناحية. وهنحط في الأرضية بقى فوق ورقة الفويل ورقة زبدة. وورقة الزبدة مهمة جدا في الخطوة دي، عشان زي ما كلنا عارفين ان الفويل مش صحي ان احنا نخليه لامس الأكل مباشرة. شوية كده من الزيت برضو هضيفهم على ورق الزبدة، عشان اتأكد واطمن انه نوعه مش انه مش هيلزق يعني الاكل فيه، لان في بعض انواع ورق الزبدة للاسف برضو الاكل بيلزق فيها. هضيف بقى الخضار، بصوا الالوان كده مع بعضها قد ايه روعة. وافرده بقى كده واظبط الدنيا. الصلصة مع البهارات مع الخضار تيجنن، مش محتاجين نحط لحمة يا جماعة على فكرة بجد. هنضيف بقى هنا اللحمة، وبرده هنقلب الخضار مع اللحمة كده عشان يبقوا كلهم جوا بعض وياخدوا سوا واحد. ان شاء الله هي كل المدة بتاعت التسوية بتاعتها حوالي ساعة، مش اكتر من كده. كل ما كانت اللحمة قطعيتها رقيقة كل ما كان ده احسن طبعا، لانها بتوفر علينا في الوقت جامد، وكمان بتطلع نتيجتها تحفة. خلصنا كده، نقفل بقى. التقفيل ده مهم جدا،
نقفل عليها علشان نحبس الحرارة جواها قوي. بس الاول هنحط راس التوم الحلوة دي، بتدي ريحة وطعم طبعا خطير للوصفة. وهنحط على الوش برضو ورقة كده من ورق الزبدة، ونقفل بقى كده، نحبك كده التقفيل عليها قوي، ما نسيبش ليها اي منفس لخروج الهواء السخن منها وهي بتستوي. هنجيب بقى كمان ورقة فويل كده نقفل بيها الوش زي ما احنا شايفين بالشكل ده. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا وسريع جدا. حبكنا كده على ورقة اللحمة زي ما احنا شايفين. في الوقت ده احنا مشغلين الفرن بقاله 10 دقايق او ربع ساعة علشان ندخل فيه ورقة اللحمة بتاعتنا في الرف اللي في الاسفل لمدة ساعة ان شاء الله. مش هتاخد مننا اكتر من ساعة. اهم حاجة قطعية اللحمة ما تبقاش تخينة، ايا كان بقى نوع القطعية اللي احنا قطعناها او اسمها ايه. كده تمام، ظبطناها وحبكنا عليها وبقت كده تمام قوي. يلا بقى بينا ناخدها وندخلها الفرن. دخلناها الفرن وهتطلع من الفرن بالشكل القمر ده. ده شكلها في الفرن وانا لسه يا دوب بطلعها. انا ما فتحتش عليها الورقه خالص لمده ساعه متواصله لحد ما استوت، لحد ما اللحمه طالعه بقى دايبه دوبان كده وناعمه وزي الزبده. بجد وصفه ولا خدت وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. ان شاء الله الوصفه تعجبكم جدا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. هستنى بجد رايكم على الوصفه دي لانها من احلى الوصفات اللي ممكن تجربوها بجد. ناكلها بقى بالعيش، ناكلها مع شويه كده من الرز الابيض. انا عملت جنبها شويه من الرز الابيض طبعا، كده كان غدا فاخر من الاخر. مش كنا محتاجين جنبه اي حاجه ولا حتى سلطه. هي اللحمه فيها خضار وفيها كل حاجه حلوه. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه لايك وشير واشتراك في القناه، واشوفكم فيديو جديد على خير، والسلام عليكم.